وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في قناتنا حكاية مثل. النهاردة هنتكلم عن المثل الشعبي: لا تبيع بالرخيص ولا توصي حريص. إيه هو أصل المثل الشعبي ده؟ يحكى أن ملكا من ملوك العرب قديما خرج ذات يوم برفقة بعض وزرائه لتفقد رعيته، فصادف شيخ كبير السن فسلم عليه الملك وسأله عدة أسئلة، وكان الشيخ الكبير يجيب الملك بكل ثقة. سأله الملك: ما هي أخبار الجماعة؟ أجاب الشيخ: لقد تفرقوا. سأل الملك: ما هي أخبار القريب؟ فأجاب الشيخ: لقد أصبح بعيد. فسأل الملك: ما هي أخبار الاثنين؟ فقال الشيخ: لقد أصبحوا ثلاثة. فقال له محذرا: لا تبيع برخيص. فأجاب الشيخ: لا توصي حريص. وعندما رجع الملك إلى قصره سأله المرافقون من حاشيته عن سر هذا الحوار الذي دار بينه وبين الشيخ، فرفض الملك الإجابة وقال لهم: لقد وضعت جائزة كبيرة لمن يحل هذا اللغز. وبعد حوالي شهر جاء أحد الوزراء إلى الملك وأخبره أنه قد عرف الحل، وهو الجماعة الذي سأل عنهم الملك وأخبره الشيخ أنهم تفرقوا هم الاثنان، والقريب الذي سأل عنه الملك وأخبره الشيخ أنه أصبح بعيد هو النظر، والاثنين الذين سأل عنهم الملك وأخبره الشيخ أنهم أصبحوا ثلاثة هم أرجله، اثنان قدمان وعكاز. فسأله الملك: أخبرني صادقا كيف عرفت الحل؟ فقال الوزير: إنني قد ذهبت إلى الشيخ ورجوته أن يخبرني عن الحل، وأعطيته مبلغا من المال ولكنه رفض، وقد ضاعفت له المبلغ عدة مرات وكان يرفض، إلى أن باعني الحل بمبلغ كبير جدا. فقال الملك: فقد كنت أعلم أنكم ستذهبون إلى الشيخ لمساعدتكم في حل اللغز، لذلك قلت له لا تبيع برخيص. وأجابني الشيخ لأنه فهم قصدي وقال لي لا توصي حريص. ونتمنى أن يكون قد أعجبكم الفيديو، وإن كان لكم تعليق أرجو أن تشاركونا بتعليقاتكم وإبداء آراءكم. ومن كان يريد أن يعرف أصل حكاية مثل فليكتبه بالتعليقات، وسنقوم إن شاء الله بنشره في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.